السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا من جديد، فيديو جديد ووصفة جديدة. بما أن الأجواء باردة هاد الأيام نشارك معكم هاد الوصفة. صوبا بالخضر الموسمية بالبسباس وكذلك بطاطا حلوة بالمذاق ديال الحوت، وواحد العطرية اللي كتجي فيه رائعة. فغادي نخليكم إن شاء الله مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة لهاد المملحة غادي نشاركها معكم، ونشارك معكم كذلك العجين المورق بطريقة سهلة. نخليكم دابا مع الوصفه ديال الصوبه. هنايا اول حاجه غادي نديرو زيت العود اولا الزبده اللي كتكون حيوانيه اللي بغيتو، كنديروها وكنديرو البصله وكنشحروها هكذا شويه ضروري. بغيتو المذاق يكون زوين هكذا في الصوبه كنشحروا البصله، وكذلك ديك الخضره كامله اللي غادي نضيفو باش كيعطينا داك المذاق زوين في الصوبه، ماشي بحال من كيكون كلشي يعني كلشي هكذا خضر ونديرو الماء مباشره. هنا درت 2 حبات ديال البطاطا حلوه وحبه ديال البطاطا العاديه، وعندي هنايا نص كيلو ديال القرعه الحمراء. هنا انا كنقطعها من تكون عندي بزايد وكنديرها في المجمد وكنحتاجها هكذا للصوبه. اما الا بغيتوها لشي وصفه اخرى ولا راه بحال كتجلد، اما الصوبه راه كتجي زوينه. صافي درت 2 حبات ديال الجزر، وغادي ندير هنايا حبه ديال البسباس هي اللي بقات عندي، كون كان باقي كتر كندير كتر. هاد التجانس مع البسباس والبطاطا الحلوه والقرعه الحمراء كيجي زوين بزاف. غير جربوا هاد الوصفه راه كتجي زوينه يعني بالنسبه للناس يعني اللي ما مجربينهاش بهاد الخضر. صافي كنحاول هكذا نشحرها مزيان مع ديك البصله وزيت العود هكذا كيدخل فيها واحد المذاق زوين. هنا بالنسبه للعطريه حتى كتشحر ديك البصله وديك الخضره شويه عاد كنضيف هنايا الملحه حسب الذوق وحسب الكميه اللي عندكم، وكندير كذلك البزار. وهنا غادي ندير معلقه صغيره ديال العطريه ديال الكروفات، وكذلك العطريه الحمراء ديال السمك حتى هي كتجي واحد المذاق رائع. يعني اللي ذاقها راه كيقولها كي طحنا فيها الكروفات او لا هكذا السمك. جربوها بهذه الطريقه راه كتجي رائعه، والمذاق ديالها كيجي زوين بزاف، مختلفه على المذاق ديال الصوبه اللي كتكون غير يعني بالبزار والملحه وشويه السكنجبير. هذا المذاق ديال العطريه كيعطيها واحد لوغو زوين. كندير ربيطه نتاع المعدنوس، عفوا ربيطه صغيره ديال المعدنوس صافي، وكنطيبها ندير الماء الكافي. ومن بعد يعني الطريقه عاديه راه كنطحنها وكنقدموها على هذا الشكل هذا، نخليوها شويه هكذا تجي خاتره ونقدموها. راه كيجي المذاق ديالها زوين وسخونه في هذا البرد هذا كما كتشوفوا معايا. يمكن لكم ديروا معها شويه ديال الكريمه السائله الا بغيتوا. انا غادي نقدمها هكذا ندير لها واحد شويه الفرماج من الفوق. بالنسبه للمملح غادي نشاركها معكم في الفيديوهات القادمه، نشارك معكم العجين المورق بطريقه سهله اللي يمكن لكم ديروا فيه المالح والحلو. وحنا على ابواب رمضان هاد الوصفات كنحتاجوهم. دابا غادي نخليكم في امان الله، دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.